ننوه عناية المشاهدين بأن مراسيم تخريج الدفعة العاشرة لمركز التدريب المهني بسوات وتبث مباشرة من الساعة 6:30 من صبيحة يوم غد السبت 3 أغسطس. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، ونبدأها بأهم وأبرز العناوين. الافتتاح الرسمي للاحتفال باليوبيل الفضي لبدء الخدمة الوطنية. فخامة الرئيس يفتتح معرض فوتوغرافي بمناسبة اليوبيل الفضي لساوا. بحث برامج التنمية في قنداع. ترامب يستأنف حربه على الصين أول سبتمبر. اتفاق سلام تاريخي في موزمبيق بين السلطة وحركة التمرد السابقة. اليابان تفرض قيودا على الصادرات إلى كوريا الجنوبية. مرحبا بكم. افتتح صباح اليوم 2 أغسطس الاحتفال الرسمي لليوبيل الفضي لبدء الخدمة الوطنية وتخريج منتسبي الدفعة 32 للخدمة الوطنية في مراسيم حضرها فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار مسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والآباء والضيوف المدعوين تحت شعار ساوا خيار صحيح نحو مستقبل مشرق. وألقى رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات باليوبيل الفضي العقيد أزاريا ولد جبريل كلمة أوضح فيها بأن جوهر برنامج الخدمة الوطنية يرتكز على بناء مواطن كفؤ يتمتع بأفكار موحدة بناءة، يؤكد على جاهزيته للحفاظ على القيم وإنجاح التنمية الوطنية والمشاركة الفاعلة المنقطعة النظير التي أبداها المجتمع الإريتري لإنجاح وتنفيذ هذا البرنامج، مشيدا بقادة وهيئات ومدربين عملوا لفترة 25 عاما دون كلل أو ملل، إضافة إلى الشركاء الداعمين بالوقوف إلى جانب المعسكر. وحفل البرنامج بعروض رائعة تستشهد كفاءة الشباب المتخرجين من سوا خلال مسيرته 25 في كافة المجالات كالتصدي والتنمية. وقدم عرض عسكري يمثل القوات البرية والبحرية والجوية والشرطة والأمن بالإضافة إلى القوات الخاصة وأعضاء الخدمة الوطنية، وعرض للطيران والمروحيات والدبابات والمدرعات والزوارق السريعة والرشاشات والأسلحة الثقيلة مرفقا بتحية الشرف. وقدم قائد المركز الوطني للخدمة الوطنية العقيد بسايقدي تقريرا مفصلا فيما يتعلق بالدفعة 32، قال فيه أن المتخرجين وغيرهم من الدفعات السابقة اكتسبوا جدا خلال عام كامل معارف ثرة من خلال البرامج كالتثقيف السياسي والتدريب العسكري والتعليم الأكاديمي، وتم بنائهم ذهنيا وجسديا وبرامج أخرى كترسيخ الأخلاق الحميدة وقرص القيم الإريترية النبيلة. وقد كسر منتسبي هذه الدفعة 32 الرقم القياسي للدفعات 31 التي سبقتهم في مجال ضرب النار، مشيدا بالتفوق الذي أبدته الإناث. وأشار العقيد دبساي إلى أن سوا قامت دون انقطاع بتخريج أكثر من نصف مليون شاب في 32 دفعة متتالية وعملت على إنجاح الرسالة الوطنية، وقال تصدينا بالعمل والنضال وحققنا الهدف المنشود. كما حفلت مراسم الاحتفال اليوبيل الفضي لبدء الخدمة الوطنية وتخريج الدفعة 32 بفقرات فنية وثقافية تعكس دور سوا وبرامج الخدمة الوطنية في بناء الهوية الإريترية والفهم المشترك والوحدة، بالإضافة إلى برامج التصدي والتنمية. في الختام قدمت الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات على مستوى الوحدات والأشخاص، ومن ثم أدى منتسبي الدفعة 32 للخدمة الوطنية القسم. وعبر فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها عن امتنانه للذين ضحوا ببطولة خلال ربع قرن من الزمن ولعبوا دورا نضاليا ونموذجيا في أداء المهام التنموية الوطنية، وهنأ فيها خريجي منتسبي الدفعة 32 وكذلك خريجي الدفعة 10 من منتسبي المركز الوطني للتأهيل المهني.
وذكر بأن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يجري في بدء العهد الجديد، وهو عهد نشهد فيه الرحيل بثبات وصد الخدمة الوطنية القوي، مستفيدين من الخبرات المكتسبة خلال 25 عاما مضت. وقال: نحقق الانتصار غدا أيضا كالأمس. وفي إطار فعاليات الاحتفال الذي يستمر ل3 أيام، ستتخرج في 3 من أغسطس الجاري الدفعة العاشرة من منتسبي المركز الوطني للتدريب المهني الذين تلقوا التعليم المهني لفترة عامين في مختلف المجالات. بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية، افتتح فخامة الرئيس إسياس أفورقي اليوم 2 من أغسطس معرضا فوتوغرافيا يعكس مسيرة مركز البناء الشبابي ابتداء من مرحلة النضال التحرري، وخاصة تأسيس مركز التدريب لقوات الدفاع الإريترية ساوا، اشتمل على فن الرسم والأدوات. ويحتوي المعرض الفوتوغرافي جوهر التأسيس لمركز التدريب العسكري والمراحل المتسلسلة التي مرت بها ساوا، وأنواع التدريب المقدمة في ساوا، وأدوات التدريب التي تستخدم في ساوا، وخريجي ساوا من الشباب ودورهم في مختلف المجالات، فضلا عن أسماء وصور وارساي الذين استشهدوا في حماية واحترام السيادة الوطنية، وكذلك فعاليات تعكس إرسال المواطنين أبنائهم إلى ساوا، وأنشطة التشجيع التي يقوم بها أولياء الأمور بتسجيل زيارات تفقدية إلى ساوا وغيرها من الفعاليات. كما يشتمل المعرض على رسومات تبرز تاريخ وارساي، إضافة إلى أدوات تستخدم في نظام التواصل ومسترشد الاتجاهات. دشن بعد ظهر اليوم من 2 من أغسطس كتابين لمجموعة قصص بعنوان وارساي ومختاب بمناسبة ذكرى تأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية. ويؤرخ الكتابين الأحداث التي وقعت بين عامي 1994-2019 بالتركيز على ذكريات الجيل الوارث للنضال الثاني للدفاع على السيادة الوطنية. ويضم كتاب وارساي 40 قصة في 597 صفحة، وكتاب مختاي 37 قصة في 643 صفحة. وفي التقييم النقدي يشير إلى أن الكتابين يمكنهم أن يكونا انطلاقا لتوثيق ونقل التاريخ الإريتري الذي لم ينقل بعد. بحث مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى لدى لقاء سكان 4 ضواحي وطلاب بالمدينة سير برامج التنمية وتعزيز المشاركة الشعبية. وناقش الاجتماع انتشار وفعالية مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتحدياتها والجاذبية السياحية لجندع، والجهود التي على المرافق الخدمية القيام بها وحراسة المحميات وفوائدها ونظافة البيئة ومكافحة الأمراض. وأشار السيد عمر يحيى بالمبادرات الشعبية لمكافحة الملاريا وأمراض المياه، داعيا مواصلة التوعية الصحية وتشجيع طلاب العمل الصيفي التنموي. وطلب الاجتماع زيادة حصة مدينة جندع من الغزل لوقوعها داخل دائرة الأراضي المحمية، وتحديد الأراضي الراعي، والاستمرار بأعمال التشجير في المنازل والمؤسسات. تبرع موظفو الحكومة في مديرية عد قيح ب46 ألف نقفة في خطوة اتخذوها لمساعدة أسر الشهداء. وفي المراسيم التي أقيمت في قاعة مدينة عد قيح، ألقى مسؤول الخدمات الاجتماعية بالمديرية السيد أسفاو تركاي كلمة أوضح فيها توزيع التبرع المالي على كافة أسر الشهداء المحتاجة في إدارات ضواحي المديرية. من جهته قال مدير المديرية السيد هابتاي تسفازجي أن الدعم المقدم هو مواصلة للمساعدات الجماهيرية الجارية، داعيا الجهات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. تم صيانة الجزء المتبقي من طريق كرن أفعبت الذي جرفته الأمطار الصيفية، وكانت السبب في إعاقة حركة المركبات في عقبة فلك قطير بالتنسيق بين المواطنين وأعضاء قوات الدفاع. واشتمل العمل القوي الذي انجز خلال 3 أيام بمشاركة 150 مواطنا، اشتمل على إزالة الطمي من الجسور وبناء قنوات تحويلية وتمهيد الطريق المنجرف. وأوضح مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا بأن أعمال الصيانة الجارية سنويا لن تأتي بالحل الجذري، مناشدا الجهات المعنية لدعمهم بالآليات الثقيلة.
من جهتهم قال المشاركون من أعضاء قوات الدفاع في العمل أن الطريق يحظى بأهمية كبيرة باعتباره يخدم 4 مديريات، مشيرين إلى استمرارية تعاونهم حتى يجد الطريق صيانة جذرية. هذا وتبعد عقبة فلك قطر حوالي 30 كيلومترا من أفعبت إلى جهة كرن. الأخبار العالمية بعد فاصل موسيقي، تفضلوا بالبقاء معنا. استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية على الصين، معلنا في تغريدته أن بلاده ستفرض اعتبارا من الأول من سبتمبر رسوما جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية لم تكن مشمولة بهذا الإجراء. لكن ترامب أوضح أن المفاوضات التجارية التي استئنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر. وبرر قراره المفاجئ بكون بكين لم تفي في رأيه بوعودها بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية. وكان لإعلان ترامب أثرا كبيرا في الأسواق، وتراجع سعر برميل النفط 6% في نيويورك، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت. يأتي ذلك رغم استئناف المفاوضات التجارية بين الأمريكيين والصينيين بشكل جدي هذا الأسبوع في شنغهاي. وأشار الطرفين إلى مباحثات مثمرة لإنهاء حرب تجارية شنها ترامب قبل أكثر من عام لإجبار الصين على التفاوض. وقع رئيس موزمبيق فيليب موليسي وزعيم ريمونو أسامو موادا اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى وضع حدود لعقود من الصراع بين السلطة وحركة التمرد السابقة التي أصبحت في بعد حزب المعارضة الرئيسي. وجرى الحفل الذي نقلته قناة التلفزيون مباشرة على الهواء في محمية كورونوغوسي الوطنية في وسط البلاد بعد 27 عاما من انتهاء الحرب الأهلية الأولى. ويضع هذا الاتفاق حدا لمسار طويل من المفاوضات التي بدأها الزعيم التاريخي لحركة ريمونو ألفونسو دي لا كاما الذي توفي في مايو 2018، ويأتي التوقيع عليه قبل حلول موعد الانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر المقبل. ويواجه نظام يوسي عمليات مجموعات جهادية في شمال البلاد أدت إلى مقتل 250 شخصا منذ أكتوبر من العام الماضي. وأصبحت حركة ريمونو حزبا سياسيا إثر توقيع اتفاق سلام في روما فتح الباب أمام الانخراط في الانتخابات. فرضت اليابان قيودا على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، ما يزيد من حدة التوتر بين الحليفين للولايات المتحدة بشأن مسألة استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية. وسارع سيول للرد واصفة الإجراءات بأنها غير منصفة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية. وتزيد الخطوة من مخاطر اندلاع نزاع طويل الأمد بشأن قرارات محكمة كوريا الجنوبية طالبت الشركات اليابانية بتقديم تعويض لضحايا سياسة الأعمال القسرية خلال الحرب العالمية. وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ وستبطئ بشكل كبير عمليات تصدير عدة مواد أساسية تستخدمها شركات كوريا الجنوبية في العمالقة في صناعة الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة. وأشارت اليابان إلى أنها لن تأتي نتائج تراجع الثقة بينها وبين سيول. نجا صبي صغير في جنوب غرب الصين بأعجوبة بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس، وذلك بفضل جيرانه. ويظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بشرفة المنزل شاهق الارتفاع في منطقة جولوا نوبوغو بمدينة جوانغيانغ الصينية. وسرعان ما أمسك السكان ببطانيتين كبيرتين ومددوها أسفله لتلقيه. وتظهر اللقطات اللحظة التي يفلت فيها الطفل قبضته ويسقط لحسن الحظ في منتصف البطانيات، ولم يصب بأذى قبل أن تحمله جدته إلى المنزل وينقله والديه لاحقا إلى المستشفى. وقال حرس أمن في الحي السكني أن الطفل ظل متشبثا لمدة 4 دقائق تقريبا قبل أن يفلت قبضته.
انتهت النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء.